كنا نتخوف منه كثيرا حصل. المناسبة أليمة لأننا لا نريد أن نرى ذلك. المناسبة أليمة للاعب موهوب وهو إبراهيم دياز. إبراهيم دياز كما تعلمون في مباراة سوسيداد في ملعب أنويتا خرج في الدقيقة 23 مصابا، وكنا جميعا ننتظر نتائج الفحوصات التي ظهرت اليوم، واتضح بشكل لا يدع مجال للشك بأن إبراهيم دياز مصاب إصابة بليغة، وحددت التقارير حتى الآن غيابه عن الملاعب على الأقل 3 أشهر. الريال سيخسر لاعبه الذي هو في الأصل لاعب احتياطي، لأن الأساسيين نعرفهم جميعا هما مبابي، فينيسيوس، وحينما يكون بيلينغهام سيكون بيلينغهام بالإضافة إلى رودريغو، وبين الفينة والأخرى ممكن أن تعطى فرصة لإبراهيم دياز كما كان الحال، وهو كان ثاني مباراة يبدأها أساسيا هذا الموسم. إبراهيم دياز خارج حسابات ريال مدريد وخارج حسابات المنتخب المغربي. نحن نعرف أن في الشهر القادم هناك توقف مباراتان، في شهر نوفمبر مباراتان، ويستأنف التباري على مستوى تصفية كأس العالم في شهر مارس القادم، أي أننا لا يمكن أن نعول على إبراهيم دياز في التوقفين القادمين. هذا بالإضافة إلى الخبر الذي كان قد نشر قبل مدة من أن حكيم زياش هو الآخر مصاب ويشعر بآلام في ظهره وسيغيب 3 أسابيع، علما بأن نحن شاهدنا في المباراة حينما دخل في الدقيقة 57 غادر المباراة بشكل جيد وكان مبتسما، ولم نرى عليه علامات الألم أو التألم أو التعب أو أي شيء من هذا القبيل. بين عشية وضحاها خرج خبر من جالاتا سراي يقول بأن حكيم زياش يشعر بألم في ظهره وسيغيب 3 أسابيع. بمعنى آخر أننا إذا ما حسبنا اليوم 15 سبتمبر هو الآخر لن يكون جاهزا في اللائحة القادمة. هل سيجرؤ، وأقول سيجرؤ، وليد الركراكي على استدعائه ضمن اللائحة وهو يعرف أن اللاعب لم يلعب وعائد من إصابة؟ هل سيعطيه الفرصة ليعود للمنتخب المغربي؟ هل سيغامر به مرة أخرى؟ لماذا أطرح هذه الأسئلة؟ لماذا يصاب إبراهيم دياز؟ ولماذا يصاب حكيم زياش؟ ولماذا يصاب لاعبون آخرون؟ أطرحتم السؤال على أنفسكم؟ الجواب بسيط جدا، لأن هؤلاء اللاعبين لا يلعبون كثيرا، وحينما نأخذهم في التوقف الدولي ونضغط عليهم بجرعات من الدقائق الكثيرة، حينما يعودون إلى أنديتهم مباشرة يصابون، أو حتى في التدريب أحيانا. لاعب لعب مباراة واحدة لم يكملها وهو إبراهيم دياز، يأتي مع المنتخب المغربي يلعب مباراة شبه كاملة ثم يلعب 35 دقيقة ويأتي للمباراة الرسمية القوية. شاهدتم الشوط الأول أمام سوسيداد، الالتحامات التي كانت والرتم والنسق الذي لعب به الفريقان، طبيعي جدا أن يصاب اللاعب، طبيعي جدا أن لاعب لا يلعب إلا مرة ومرتين في الشهر أو الشهر ونص وهو حكيم زياش. تأتي به المنتخب المغربي ويلعب كقائد المنتخب المباراة شبه كاملة، ثم يدخل في المباراة الثانية ليلعب 35 دقيقة فجأة دون مقدمات إصابة في الظهر. من أين جاءت؟ الله أعلم. حتى التقارير الطبية ضعيفة وشحيحة من حيث المعلومات. حينما نأخذ هاتين الحالتين التي نتضرر فيهما نحن على مستوى المنتخب المغربي، ما عندناش مجموعة من اللاعبين قادرين فجأة أن يكونوا على مستويات الفريق الأول، لأن المباراة الثانية التي لعبناها أمام لوسوتو كشفت عن كثير من الأشياء. حينما نربط مقارنة ما بين لاعب حينما يكون توقف الدولي وحينما يلعب المباريات لعبها بجدية والتدريب بجدية، وهو في سن 39، لوكا مودريتش
لعب المباراة كاملة أمس، ولعب المباراتين مع المنتخب الكرواتي، وسجل هدفا خرافيا من ركلة ثابتة. والمباريات التي خاضها قبل التوقف الدولي مع ريال مدريد حينما كان يلعب على أعلى مستوى، أي أن الحالة العضلية للاعب جاهزة، لأنه يلعب باستمرار طوال كل هذه السنين، راكم أرقام خيالية من المباريات. فإذا أخذنا هذا اللاعب وأخذنا حكيم زياش أو أخذنا إبراهيم دياز أو أخذنا وناحي أو أخذنا أي لاعب آخر، هل ممكن أن نقارن بين الحالة العضلية للاعبين المغاربة ولوكا مودريتش؟ طبعا لا. والطاقم الطبي والطاقم الإعدادي في المنتخب المغربي يجب أن يفهم ذلك. الكتلة العضلية ليست كما هي، ليست مشابهة، ولذلك أنت لا يمكن أن تطلب من لاعب أن يلعب على هذا النسق وبهذا العدد الكبير من المباريات وبهذا الضغط في الرزنامة وتريده أن يبقى سليما، مستحيل. وهذا ما حصل لإبراهيم دياز وحصل لحكيم زياش، وسيحصل للاعبين آخرين سترون. حتى نايف أقل شاهدنا خرج مصابا، وشاهدت منصيري خرج بعد الدقيقة 63 استبدله مورينيو، والمرابط الذي كان البعض يقول بأنه سيبدأ المباراة أساسيا دخل بعد الدقيقة 79 بعد أن ضمن النتيجة فريق فنرباتشي. ولذلك كرة القدم ليس فيها أسرار، فيها عمل، فيها تحضير، فيها معطيات. إذا كنا سنحكم على هذه المعطيات بالعاطفة نرميها في القمام. هذا هو السؤال اليوم، كيف سيتعامل وليد الركراكي مع معطى إبراهيم دياز ومعطى حكيم زياش؟ من سيلعب مكان إبراهيم دياز؟ من سيلعب مكان حكيم زياش؟ لأن حكيم زياش مقدس بالنسبة لوليد الركراكي، هذا يجب أن نؤمن به. لا يوجد لاعب أكثر تقديسا في المنتخب المغربي من حكيم زياش. يلعب لما لا يلعب، له نادي ليس له نادي، مصاب غير مصاب، عائد من إصابة، دائما موجود في اللائحة. لهذا نعيدها ونكررها أننا منذ كأس العالم حتى الآن لم نشتغل على ورش إعداد اللاعبين القادرين على أن يكونوا على مستوى الفريق الأول وجاهزين في أي لحظة، وأن ما عانيناه في كأس أفريقيا سنعاني منه مرة أخرى. سيقول لك البدلاء ليسوا جاهزين، لأن البدلاء لا يستطيعون أن يقدموا ما لديهم، إما يوضعون في وضعية صعبة في محيط صعب جدا أثناء المباراة كمباراة لوسوتو، إما أنهم يشعرون من خلال المعسكرات بأن لا مكان لهم. لذلك قلنا بأن البدائل يجب الاشتغال عليها في محيط إيجابي، هو أن نأخذ هذه العناصر التي تألقت في الأولمبياد وأن نحضنها ونحتضنها بلاعبين أصحاب الخبرة والتجربة، وقل لهم ادفع باللاعب ليأخذ الثقة، لا تخشى، اذهب إلى الكرة، يشعر بأنه محمي، ليس أنه حينما يلتفت يجد نفس العناصر التي كانت معه في الأولمبياد وليس هناك صاحب خبرة قادر على أن يحميه. لذلك شاهدنا بأن لا ريتشاردسون ولا ترغالين ولا لاعبين آخرين مثلا عدلي الذي لم نتعرف عليه في المباراة لم يكن بالشكل الذي نعرفه مع باير ليفركوزن، لأنه وضع في منظومة ليس فيها حماية لهؤلاء اللاعبين. ولهذا اليوم أعتقد بأننا